يا ربي اهديني، معليش زدت غدوة درتها، اهديني يا ربي ما نفشلش، نبقى ندعيك حتى نكون سكران نقولوا يا ربي اهديني اصلح شأني. هكذا كان واحد السكران رحمه الله مات، نسأل الله يعفو عنا وعنه، كان يجي يقعد لي عند باب الدار، زوج تاع الليل نلقاه مسكين يقول لي ادعي لي ربي يهديني. قلت له سبحان الله، يقول لي ادعي لي ربي يهديني، سكران ميت. شوف انا نقول الله مهديه في الاسحار، دائما نلقاه هكذا في ساعه متوخره نجي داخل ولا نلقاه عند الباب يقول لي ادعي لي شيخ ربي يهديني، نلقاه قاعد عند درجه تاع الدار. وهذا الاستكران هذا سبحان الله بعد ايام لقيته انا ندير في الدرس لقيته دخل يصلي معنا. فشوف هذا النوع من الناس مازال عنده علاقه مع الله. انا نقول لك واحد الكلمه، ربي يحتاجك، ربي كي تبقى انت هكذا تقصر في ملكه، ربي يحتاجك انت كي تبرح تزيد حاجه في ملكه. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا، والله نولوا كامل كيما رانا بالانس والجن والاولين والاخرين، نولوا كما قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما نزيدوا في حاجه في ملك الله سبحانه وتعالى. شوفوا الفضيل بن عياض، وانا تعجبني القصه هذه نحبها بزاف. شوف الفضيل قال انا شفت مره طفل صغير قباح على يماه خرجت تطارده، شت الام كي تضرب طفل صغير ويغضبها، خرج طفل صغير هرب من الدار، وخرجت الام الفضيل يشوف، قال خرجت امه وراءه تطارده، خرجت يماه تجري وراه وهرب طفل، وقالت له عاود ولي الدار لكانك طفل. حلفت فيه، اقعد الفضيل قال هذاك الطفل راح مشى لعب مع اصحابه وهام في الليل اصحابه كامل دخلوا الدار، هو لقى روحه بلي لازم يعاود يولي عند يماه، كيما انت لازم تولي عند ربي، دور تعاود تولي. قال فلمحته في المساء عاود ولا يطبطب عند يماه، قال قعد يطبطب والام تطلع عليه من الطاقه تقول له والله ما نفتح لك، خلاص حلفت فيه حلفه مليحه. قال فهو مازال يطبطب، علاه قاعد يطبطب؟ عارف باللي ما حنينه، تاني ريح طبطب، تا يبقى يا ربي اهديني، معليش زدت غدوة درتها، اهديني يا ربي ما نفشلش، نبقى ندعيك.